لغة الخرايط. الخرايط ليها لغة كاملة بنستخدمها كل يوم تقريباً. بس السؤال هو، هل إحنا فعلاً بنعرف نتكلمها ونفهمها صح؟ كلنا كل يوم تقريبا بنفتح الموبايل عشان يورينا الطريق. بضغطة زرار بنعرف نوصل لأي مكان. بس لو شلنا السهم الأزرق اللي بيتحرك على الشاشة ده، هل لسه بنعرف نقرأ الخريطة نفسها؟ دي مهارة أساسية، ويمكن تكون أهم بكتير مما نتخيل. يلا بينا نحاول نفك شفرة اللغة دي سوا. طيب عشان نتعلم أي لغة لازم نبدأ منين؟ من الأساسيات طبعاً. وأساس الموضوع كله هو سؤال واحد بسيط: يعني إيه خريطة أصلاً؟ هل هي مجرد صورة للمكان اللي إحنا فيه؟ لا، الموضوع أعمق من كده. شوف، الخريطة دي مش صورة فوتوغرافية للعالم زي ما هو، لا، هي أقرب ما يكون لترجمة. اللي بيرسم الخريطة ده عامل زي المترجم بالظبط، بيختار إيه المهم اللي يظهره وإيه التفاصيل اللي ممكن يستغنى عنها، وبيستخدم رموز وألوان ومقياس رسم معين عشان يصغر علمنا الكبير ده ويحطه على قطعة ورق نقدر نفهمها. وهنا في نقطة مهمة جدا وممكن تكون بتلخبط ناس كتير. إيه الفرق بين الخريطة والمخطط؟ بص، الموضوع بسيط. الخريطة بتوريك الصورة الكبيرة، زي خريطة بلد كاملة بكل تفاصيلها. أما المخطط فده لقطة قريبة ومبسطة قوي، زي ما بترسم كروكي لشقتك عشان توصف لحد مكان الأوضة. تمام، بما إننا اتفقنا إن الخرايط دي لغة، يبقى أكيد ليها قواعد زي الجرامر كده. ولو فهمنا القواعد دي، أي خريطة في العالم هتبقى بالنسبة لنا زي الكتاب المفتوح. خلينا نبدأ بأول كلمتين في قاموس الخرايط: العنوان والبوصلة. لغة الخرايط دي كلها على بعضها كده قايمة على 4 حاجات أساسية، 4 أركان. لو فهمنا ال4 دول كويس قوي، أقدر أقول لكم إن أي خريطة هتقع تحت إيدينا هنعرف نفك شفرتها. يلا نمسكهم واحدة واحدة. نبدأ بأول قاعدة، ودي يمكن تكون أبسط حاجة لدرجة إننا ممكن ما ناخدش بالنا منها أصلاً، وهي العنوان. ممكن يبان بسيط، لكن في الحقيقة هو مفتاح كل حاجة جاية بعد كده. تخيل كده إنك مسكت كتاب وفتحته من أي صفحة في النص، هتفهم حاجة؟ غالباً لأ. العنوان بقى هو غلاف الكتاب ده، هو اللي بيقولك من الأول أنت بتبص على إيه. هل دي خريطة طرق، ولا خريطة لتضاريس منطقة معينة، ولا خريطة بتوضح توزيع السكان؟ من غير العنوان كل الخطوط والألوان دي ملهاش أي معنى. طيب، عرفنا موضوع الخريطة من العنوان. الخطوة اللي بعد كده إيه؟ محتاجين نعرف راسنا من رجلينا، نعرف اتجاهاتنا. وهنا بيجي دور القاعدة التانية والأداة اللي بتمنعنا نتوه: وردة البوصلة. وردة البوصلة دي أهميتها مش بس إنها بتقولك فين الشمال وفين الجنوب، لأ، دي اللي بتخلينا نوصف الأماكن لبعض صح. يعني بدل ما نقول المكتبة جنب المدرسة، نقدر نقول بدقة أكتر المكتبة شرق المدرسة. هي دي الدقة اللي بتفرق في فهم العالم حوالينا. كده عرفنا موضوع الخريطة وحددنا اتجاهاتنا، بس لما نيجي نبص جوه الخريطة نفسها هنلاقيها مليانة خطوط ورموز وألوان غريبة. الحاجات دي مش محطوطة عشان الشكل وخلاص، لأ، دي هي الكلمات والجمل في اللغة بتاعتنا. يلا بينا نتعلم إزاي نترجمها. وهنا بقى بنوصل للقاعدة التالتة، واللي بصراحة من غيرها الخريطة دي هتفضل مجرد شخبطة ملهاش معنى. القاعدة دي هي مفتاح الخريطة. فكر في مفتاح الخريطة ده على إنه القاموس بتاع الخريطة دي. أي رمز تشوفه، أي لون مش فاهمه، تروح جري على القاموس ده وهو يقولك معناه إيه. من غيره هنبقى بنبص على رموز مش عارفين هي بتقول إيه. والحاجة الحلوة بقى في لغة الخرايط إن في زي اتفاق عالمي كده على معاني شوية ألوان أساسية، عشان أي حد في أي حتة في العالم يقدر يفهمها بسهولة. زي ما احنا شايفين كده، اللون البني دايما هتلاقيه للمناطق العالية زي الجبال، والأخضر للسهول والأراضي المنخفضة، والأزرق طبعا لون المية. دي قاعدة بسيطة بس بتخليك تفهم طبيعة أي مكان في العالم بمجرد النظر. حلو قوي، كده بقينا فاهمين كل رمز وكل لون معناه إيه. بس في سؤال مهم جدا لسه ما جاوبناش عليه: إزاي الرسمة الصغيرة دي اللي في إيدينا، اللي طولها كام سنتي، بتمثل بلد بحالها طولها آلاف الكيلومترات؟ إزاي بنربط بين الورق والواقع؟ وهنا بقى بتظهر قوة الخريطة الحقيقية في القاعدة الرابعة والأخيرة: مقياس الرسم. دي الأداة اللي ممكن نعتبرها أداة سحرية، اللي بتحول السنتيمترات اللي بنقيسها بالمسطرة لكيلومترات حقيقية على الأرض. مقياس الرسم ده ببساطة شديدة هو معامل التصغير. عارف لما بتعمل زوم أوت على صورة في الموبايل عشان تشوفها كلها؟ هو ده بالظبط. مقياس الرسم بيقول لك كل سنتي على الورق ده بيساوي كام بالظبط في الحقيقة. واستخدامه أسهل ما يكون. بص، الموضوع كله 3 خطوات. أول حاجة بنجيب مسطرة ونقيس المسافة على الخريطة.
بعدين بنبص على مقياس الرسم المكتوب تحت، مثلا بيقول لك كل سنتيمتر بيساوي 100 كيلومتر. آخر خطوة نضرب الرقمين في بعض، يعني لو قسنا ولقيناها 5 سنتي تبقى المسافة في الحقيقة 500 كيلومتر. بسيطة خالص. كده إحنا اتعلمنا ال4 قواعد الأساسية، يعني نقدر نقول إننا بقينا بنتكلم خرايطية. بس الكلام ده مش مجرد كلام نظري في الهواء، دي لغة عملية جدا بتستخدم كل يوم عشان تبني عالمنا، وفي أوقات تانية عشان تنقذ أرواح. خلينا نشوف أمثلة حقيقية من حياتنا. خلينا نبدأ بحاجة يمكن ما تخطرش على بال ناس كتير، المزارع. بالنسبة له الخريطة دي مش رفاهية خالص، دي أداة شغل أساسية، هي اللي بتقوله حدود أرضه فين بالظبط، وبتساعده يعرف يزرع إيه فين ويعمل نظام الري بتاعه إزاي. سنتيمتر واحد غلط على الخريطة ممكن يكلفه محصول كامل. أو ناخد مثال تاني زي الطيار. الشخص ده بتبقى أرواح مئات الناس في إيده، هو مش بيسوق الطيارة دي بالنظر كده وخلاص، لا، هو معاه خرائط جوية معقدة جدا بتوضح له كل حاجة، مسارات الطيران الآمنة، ارتفاع الجبال، المناطق الممنوع يطير فوقها. كل قرار بياخده بيبقى مبني على قراءته الدقيقة للخريطة اللي قدامه. طب والمهندس اللي بيبني المدن اللي احنا عايشين فيها، الكوبري اللي بنعدي عليه كل يوم عشان نروح شغلنا، الشارع الجديد اللي بيحل أزمة مرور خانقة، كل ده قبل ما يبقى واقع كان مجرد خطوط على خريطة. الخريطة هي اللي بتخليه يشوف المستقبل قبل ما يتبني ويتجنب المشاكل قبل ما تحصل. يعني من أول حبة القمح اللي بتتزرع في الأرض ولحد الطيارة اللي طايرة في السماء والبيت اللي بنرجع له آخر اليوم، كل دي قصص أبطالها بيستخدموا نفس اللغة الصامتة والمهمة جدا دي، لغة الخرايط. هي اللي بترسم عالمنا كل يوم حتى لو مش واخدين بالنا. الخرايط بترسم عالمنا، بتحدد فهمنا ليه، وبتوجه قراراتنا. وده بيخلينا لازم نسأل سؤال أعمق وأهم. طالما الخرايط ليها كل القوة دي، مين بقى اللي بيرسم الخرايط دي؟ ومين اللي بيقرر إيه اللي نشوفه فيها وإيه اللي ما نشوفوش؟